بكرة السبت من بعد صلاة المغرب تبدأ أول ليلة من شهر الله رجب. والليلة دي تحديدا يا جماعة نركز قوي فيها، وطالما شهر رجب دخل علينا يبقى لازم نخاف، يبقى لازم نترعب، يبقى لازم نركز، يبقى لازم نخلي بالنا قوي. نخلي بالنا من ايه؟ اسمع كده بعد ما تصلي على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر وقال الإمام الشافعي: 5 ليال لا يرد فيها دعاء. وده مش حديث يا جماعة عن سيدنا النبي، ده مقولة قالها ابن عمر صحابي من الصحابة، وقالها الإمام الشافعي: 5 ليال لا يرد فيها دعاء. قال منهم ليلة النصف من شعبان، وليلة الأضحى، وليلة الفطر، وقيل ليلة القدر أو ليلة الجمعة، وأول ليلة من شهر الله رجب. يعني لو عملنا في الافتراض وفي الاعتبار إن بكرة السبت من بعد صلاة المغرب هتكون أول ليلة في شهر الله رجب، فأبشر، ليلة قال عنها الصحابة وقال عنها الإمام الشافعي أنها ليلة لا يرد فيها دعاء، لكل مظلوم ولكل مهموم ولكل مكروب ولكل مكسور. أبشر بأي دعوة تدعو الله عز وجل بها في هذه الليلة يستجيبها الله عز وجل لك. وكان الصحابة كانوا يستقبلون هذه الليلة بالدعوات، وكانوا يستقبلون هذه الليلة بالصلوات، وكانوا يستقبلون هذه الليلة بالقربات إلى رب الأرض والسماوات. ليه يا جماعة؟ لأنهم دخلوا على شهر قال عنه الله عز وجل في القرآن أنه من الأشهر الحرم. قال الله عز وجل في قرآنه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أول بشارة خدناها إن أول ليلة من شهر رجب ليلة تستجاب فيها الدعوات. اللي جاي كله بقى عن شهر رجب كامل. ركز كده وصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.